كان تعيس جدا. أتحدى أي السلام عليكم. تصريح خطير من المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي في أول ظهور له بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب الغابون في تصفيات كأس أفريقيا 2025، ويعلن عن مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب الغابون ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025، ليتصدر المنتخب المغربي مجموعته ب3 نقاط. هذا الذي جن جنون الإعلام الجزائري حرفيا، فقد صرح المعلق الجزائري حفيظ الدراجي وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: برافو للمنتخب المغربي الذي فاز بهذه المباراة بسبب تدخل فوزي القجع في مجريات هذه المباراة. فهذا الفوز بطبيعة الحال غير مستحق للمنتخب المغربي، فمن شاهد مجريات هذه المباراة سيعرف جيدا أن المنتخب الغابوني كان هو المسيطر على هذه المباراة بالطول وبالعرض، ولكن الحكم ساعد كثيرا المنتخب المغربي بالفوز بهذه المباراة، فكان يجب على المنتخب الغابوني الانسحاب فورا من هذه المباراة وتقديم شكوى لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم ضد المنتخب المغربي الفاسد. فأنا بصفتي جزائري أعلن أنني لن أشجع المنتخب المغربي في أي تظاهرات مهما كانت، حتى في كأس العالم، لأن المنتخب المغربي لديه جنود خفا يساعدونه على الفوز بجميع المباريات مهما كانت صعوبتها. فأنا أدعو الاتحادية الجزائرية بعدم المشاركة في كأس الأفريقية القادمة بالمغرب، لأن المنتخب الجزائري سيقصى من الدور الأول بسبب الحكام. شاركونا بآرائكم في التعليقات.